طبعا كلنا شفنا فيديوهات اغلى لحمة في مصر. رحت اسأل على تمنها، قالوا 1000 و1500 واسعار كده غريبة. فانا قررت النهاردة هعملها في البيت بتمن اللحمة العادية. تفتكروا هتنجح ولا لا؟ تعالوا نشوفها مع بعض. اول حاجة دي قطعية اللحمة البريسكت. طبعا في انواع كتير بس انا استخدمت اللحمة البريسكت. بس يعني ايه بريسكت او كانت بتتعمل ازاي؟ كان زمان الافريقيين كانوا مستعبدين عند الامريكان، فكانوا هم كعبيد بيحظوا بالقطعة الصلبة او القاسية. فكانوا عشان يوصلوها لدرجة الليونة دي كان لازم يتبعوا معاها شوية تسوية كده، درجات منخفضة لساعات طويلة عشان توصل لكده. هنبدأ في التتبيلة. عندي فلفل اسود حبوب، وعندي القرنفل او المسمار زي ما في دول بتسميه، وبعد كده عندي حبهان. بس الحبهان او الهيل هنا انا طحنته عشان بيبقى الطبقة بتاعته بيبقى فيها قشر كتير فطحنته. وكمان عندي الملح بتاع الهيمالايا اللي هو الخشن، بيفرق في الطعم. بيفرق في الطعم وخصوصا في قطعية اللحمة دي. هبدأ كده اللي انا ادق التوابل بتاعتي، بس عايزاها هنا تبقى خشنة شوية، مش عايزاها ناعمة قوي. يعني عايزة كده كده الملح ده ما بيبقاش ملح زيادة. فكده كده انا عايزة ادوق كده طعم التوابل في اللحمة. هجيب الورق الفويل زي ما انتوا شايفين وهفرده. بعد كده هحط عليه ورق زبدة عشان ما ينفعش احط اللحم عليه مباشرة كده، لان طبعا الورق الفويل بيتفاعل مع درجة الحرارة، فلازم طبقة عزل. فاحنا هنا هنستخدم الطبقة بتاعة العزل دي اللي هي الورق الزبدة. هبدأ كده اللي انا اجيب قطعية اللحمة. طبعا في انواع كتير، احنا هنا بدأناها بالبريسكت، بس بجد يعني هجرب لكم كل انواعها لان هي فعلا تستاهل. هبدأ كده اللي انا اتبلها كويس جدا. عايزة اقول لكم اللي هم زمان كانوا عشان يوصلوا للمرحلة بتاعت الليونة دي لازم الكولاجين يتحول لجيلاتين، فهي اللي بتدينا اللي هي لمجرد بنمسك اللحمة معانا بتلاقوها دابت وفكت. هي اصلها اصلا شوي، بس طبعا في ناس كتير وانا اولكم يعني مش هستخدم الشوي، فهنستخدم طريقة تانية. هنجيب صينية كده فيها مية زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هجيب شبكة وهبدأ اللي انا احط اللحمة بتاعتي وهدخلها الفرن اقل درجة حرارة. ومن وقت للتاني اتأكد ان المية بتاعتي دي ما نشفتش، يعني كل لما اعوز مية بحطها وبدخلها 3-4 ساعات، ما بيجرالهاش اي حاجة وما تقلقوش. ودي باقي التوابل عندي. طبعا هستخدمها في الاخر. هنا كان حوالي بعد 3 ساعات لان هي القطعية كانت صغيرة، كانت حوالي كيلو او كيلو الا حاجات بسيطة. شايفين شكلها تحفة وهي فعلا دايبة، لكن انا لونها بالنسبة لي كده وطعمها مش هيبقى حلو. فجبت الشبكة اللي انا حطيت عليها اصلا اللحمة، وجبت الباربيكيو عشان يديني الطعم بتاع الشوي شوية. وهبدأ اللي انا ادهن اللحمة بتاعتي وبدخلها تحت الشواية حوالي 10 دقايق او ربع ساعة لغاية ما تبدأ اللي هي تاخد لون بتاع الشوي شوية، لان هي كده بالنسبة لي لحمة مسلوقة فشكلها مش مستحب نهائي. بعد ما دخلتها، خطوة اساسية ومهمة، شايفين لونها؟ هي كده سخنة شدة معايا، مش هتديني اي نتيجة انا عايزاها. فلازم اعمل ايه؟ لازم اغطيها 10 دقايق ربع ساعة. ده مهم جدا، العصارة تبدأ تنزل من اللحمة وتبقى حلوة. يعني دي ما تقلش اهمية خالص عن التتبيل وطريقة التسوية. بعد 10 دقايق هبدأ بقى اللي انا اقدمها بروزماري ليمون. التقديم ده براحتكم خالص. ممكن نعمل معاها بطاطس مهروسة، انا كنت عاملة معاها بطاطس مهروسة او ممكن رز. ودي التوابل. طبعا احنا ما عملناش فتحات في اللحمة، فممكن نلاقيها من جوه محتاجة شوية توابل. وقدمت معاها صوصات والخيار المخلل والبصل اللي احنا عملناه مع بعض والعسل. ودي كانت اول مرة هجرب اللحمة دي بالعسل على طول. وبصوا بقى، يعني بصوا، قلبي الصغير لا يحتمل المنظر. بجد طعمها وهم، واللي بجد وهمني اللي هي التحفة في العسل. ودي بأمانة كانت أول مرة أجرب اللي أنا أحط العسل مباشرة كده على اللحمة وأدوقها. حلوة جدا، جربوها. مش لازم اللي احنا نشتري الحاجات الغالية، لازم نفكر كده ازاي نسويها في البيت أو نعمل الأكلات في البيت. وكده خلصت، باي باي.